على أول درس في العلوم 5 ابتدائي. احتياجات النبات. بعد ما خدنا تركيبة النبات وكمان عرفنا النبات يحتاج إيه عشان ينمو. يلا بينا على الجزء اللي بعده. خلي بالكم معانا عشان ده أهم جزء. يا هلا يا مرحب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم ايمان. يلا بينا بقى نخش على الجزء الجميل ده. بعد ما خدنا الجزء الاولاني هم قالوا لكم طبعا هناخد ايه، يعني سؤال مهم جدا جدا اللي هو احتياج الانسان والحيوان والنبات. ايه الفرق يا جماعه؟ انا انسان والحيوان والنبات محتاج ميه وهواء وايه ودرجه حراره. محتاج ايه يا جماعه؟ ميه وهواء ودرجه حراره. هقول له بس خلي بالك الانسان والحيوان غير النبات. الانسان انت الانسان، والحيوان الكلب الصغنن او القطه اللي في بيتك الصغننه دي بتحتاج للطعام. بتحتاج لايه؟ الطعام. عشان تحصل على ايه؟ عشان تحصل على طاقه. يبقى النبات محتاج لطعام عشان يحصل على ايه؟ الطاقة. لكن النبات يا مس بيصنع غذائه بنفسه. غذائه بايه؟ بنفسه. لما يعمل عمليه اسمها عمليه البناء الايه؟ الضوئي. عمليه البناء الايه؟ الضوئي. اسال سؤال مهم قوي بيجي اكمل اختر صح وغلط. عمليه البناء الضوئي بتحصل فين؟ في الورق في ولا الجذر الأوراق. ولا الساق؟ في الأوراق. برافو عليك. يبقى عمليه البناء الضوئي بتحدث في في الأوراق. يبقى خدنا النبات الانسان محتاج ايه؟ الانسان محتاج طعام طاقة. عشان ياخد طاقه. بس والنبات محتاج ايه؟ لا، النبات بيصنع غذائه بنفسه عن طريق عمليه اسمها عمليه البناء الضوئي. البناء الضوئي بيحصل فين؟ الأوراق. بس كده. خش بقى على اهم حته بجد بجد مهمه جدا جدا بالنسبه لي وبالنسبه لاي واحد بيحط امتحان 5 ابتدائي. احنا عارفين ان ده نبات ماشي كده. ده ايه؟ نبات. اللي تحت اسمه ايه يا مس؟ اسمه جذر. اسمه ايه؟ جذر. وده اسمه ايه؟ الاخضر ده اسمه ساق. اسمه ايه؟ ساق. المتفرع ده اسمه ورق. اسمه ايه؟ ورق. اسال بقى سؤال مين اللي بياكلكم؟ يقوم الجذر يقول لي استنى، مش انت لما بتكب الميه في القصريه بتاعت الزرع الميه بتنزل تحت؟ أيوة. انا بقى الجذر باخدها. باخدها. طب انت بتاخد ايه غير الميه؟ باخد الغذاء تاني كده. يبقى الجذر بيمتص الميه والغذاء منين؟ من التربه. وبتيجي اختر اكمل صح وغلط. الله يكرمك ركز. يبقى تاني، بس طبعا ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه يا جماعه عشان المجهود الجامد ده. يبقى تاني الجذر بيمتص الميه والغذاء من التربه. الميه والغذاء منين؟ من التربه. نقوم نقول للساق انت بتاكل ازاي؟ يقول لي انا باخد الميه والغذاء من الجذر تحت لجميع اجزاء الايه؟ النبات. لجميع اجزاء الايه؟ النبات. يبقى الساق الميه والغذاء من الجذور لجميع اجزاء الايه؟ النبات. نقوم نسال الورق يا ورق انت بتاكل ازاي؟ يقول لك انا ورق مسكر. انا ورق ايه؟ مسكر. وانت ايه اللي سكرك يا عم؟ اللي سكرني عمليه البناء الضوئي. عمليه البناء الايه؟ الضوئي. يبقى اقول له الورق بيصنع غذاء اللي هو السكر. غذاء النبات اللي هو السكر عن طريق عمليه البناء الايه؟ الضوئي. برافو عليك يا ضوئي. خلاص كده يبقى النبات والغذاء. اقول له ده مس والله مهمه جدا بتيجي في الامتحان كتير جدا جدا. يلا بقى نسال بقى اسئله الامتحان. يلا بينا. الورق بيصنع غذاء اسمه غذاء السكر. غذاء الايه؟ السكر عن طريق عمليه اسمها عمليه البناء الضوئي. الجذر بيمتص ايه وايه من التربه؟ بيمتص من اين يمتص الميه والغذاء؟ من التربه. الساق بينقل ايه وايه للجذور؟ بينقل الميه والغذاء من الجذور الى جميع اجزاء الايه؟ النبات. وبكده يا حبايب قلبي يا روح انتوا يا حلوين خلصنا الجزء الثاني من الدرس الاول بطريقه سهله جدا جدا ومهمه جدا في الامتحان لا يخلو منه اي امتحان. يا جماعه ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس. واتمنى ان شاء الله دعوه حلوه كده واتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله. واستنونا في الدرس الثالث من العلوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.